زي الكشري، بيتكون برضك من رز ومكرونة وصلصة غير التحبيشات بقى اللي على الوش. نفس فكرة الانترنت، عندنا 3 انواع من الانترنت: انترنت عميق، وانترنت مظلم، وانترنت مرئي. علشان خاطر نفهم مع بعض انواع الانترنت، لو سمحت معلش اقف عليكم التسجيل. ممكن بس تخلوهم يعملوا اشتراك في القناة يعني ولايك والحاجات من دي. سمعتوا؟ هو اللي بيقول، هو مش انا. شكرا. ماشي، يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش انا عارف ان انا يعني ما بنزلش فيديوهات، مطولين عليكم شويتين، وبرضو بقالنا كتير ما نزلناش، بس نزلنا لكم فيديو ماشي، بس حقكم علينا يعني. وان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية يعني هيكون يعني مش كل اسبوع، هننزل كل شوية ان شاء الله باذن الله، علشان خاطر نعيد النشاط تاني يعني ماشي. بس يا ريت يعني علشان خاطر يعني بيظهر كده عندي من البيانات نسبة المتفرجين يا صاحبي هي بتكون اقل كتير جدا الناس اللي بيخشوا يشتركوا. يعني لو 200 واحد دخلوا وشافوا الفيديو بلاقي مثلا 3-4، وده احنا كده بنهزر على فكرة ماشي. فانا هفيدك بمعلومة كبيرة جدا جدا ماشي، وهشرح لك كل حاجة حرفيا تخص الانترنت والهاكر ماشي. فمعلومات ان شاء الله باذن الله هتفيدك جدا، خصوصا لو انت ناوي تخش المجال دوت. فيلا بينا نبدا. بص، انا دايما بحب ابسط عليك دايما المعلومه علشان خاطر دايما اخلي الشغف عندك، رغم ان الشغف مش كل حاجه يعني، بس يلا. علشان خاطر نفهم انواع الانترنت فهنمثلها بطبق الكشري ماشي. طبق الكشري عايزين نشيل من عليه الحبكشتنات اللي على الوش ديت، اللي هي زي البصل، زي الحمص، زي الدقه. كل الحاجات دي مش اساسيه. هتيجي تقول لي طب امال ايه هو الحاجات الاساسيه؟ ممكن تكون بالنسبه لك انت اساسيه، مش لازم محدش يقول لي اساسيه بالنسبه لي، لا انا بتكلم على الطبقات الاساسيه كده اللي فيه ماشي. ايه هي بقى الطبقات الاساسيه؟ المكرونه اول حاجه، الرز، الصلصه. وانت لو شلت دول وحطيت اللي انت حطيته اللي انت بتقول عليه اساسي مش هيبقى ليه لازمه، انما دوت ينفع تاكله عادي صح. اهو دوت بقى يا سيدي الانترنت. الطبقه الاخيره خالص في طبق الكشري ديت بقى هي الانترنت المظلم. الطبقه اللي فوقها شويه انترنت عميق. الطبقه اللي فوقها شويه اللي الناس كلها بقى بتستخدمه بقى، وانا وانت زينا منه بقى، ونخش كل شويه نكتب على جوجل صح ولا لا. تمام مظبوط كده، الدنيا فل الفل. تمام. نبدا باول حاجه الانترنت المرئي اللي هو اللي فوق جدا. الانترنت دوت يا سيدي بقى اللي هو احنا كلنا بنستخدمه حرفيا بقى، ابوك والدتك اي حد فينا حرفيا بيستخدمه. لو انت تخش تعمل سيرش، بطنك وجعتك تقوم داخل عامل سيرش، بص اي حاجه حرفيا بتخش تعمل عليها سيرش. هو دوت يا سيدي الانترنت المرئي. وخلينا كده عندنا ملحوظه، اي حاجه حضرتك ما بتاخدش فيها تسجيل دخول، اي حاجه انت بتعملها من غير ما تسجل دخول هي ديت كده انترنت مرئي. كده في خلصنا منه. اللي بعده يلا من غير ما نطول. الانترنت بقى يا باشا العميق. ايه هي حكايه الانترنت العميق؟ اي حاجه فيها تسجيل دخول، حسابات بنكيه، جامعات، شات جي بي تي، فيسبوك، انستا، واتساب، عشان كده بنقول عليه عميق. وفي بعض الحاجات اللي بتاخد منك رقم البطاقه، زي الناس اللي بتكون شغاله على مواقع الفريلانس ديت بياخدوا منها رقم البطاقه، او ده كده يا سيدي برضو بنسميه الانترنت العميق. نيجي بقى للطبقه الاخيره واخطرهم بشويه اكتر. ايه هي؟ الانترنت المظلم. البس الزعبوط عشان خاطر اتقمص دور الهاكر، بس يلا مش لازم يا عم نلبس الزعبوط. الانترنت المظلم دوت بقى ممكن اصلا نعمل عنه حلقه لوحده، هنعمل لكم عنه حلقه لوحده، بس خلينا كده ناخد عليه تلميحه بسيطه يعني. ده مش اي حد بيخش، دوت كله جرايم وكله سرقه، ولو دخلته عادي طبعا الجهاز بتاعك هيطلع عينه، وهتلاقي بقى عليه بقى فيروسات وكل الحاجات اللي حضرتك تحبها هتلاقيها موجوده عندك على الجهاز. ده بتكون ايه؟ بيكون الانترنت المظلم. لذلك بنخش بقى في في ان. ممكن اعمل لك حلقه اصلا عن اول مره في حياتي اخش الانترنت المظلم ومش داخل اعمل حاجه ماشي، داخل اللي هو الاستكشاف طبعا يعني، واحد هاكر يعني ايه اكيد يعني، بس اخلاق يا جماعه، هيخش يعمل ايه يا جماعه؟ هبقى اخش استكشف كده ونفهم الدنيا، واوريكم ازاي تخشوا الانترنت المظلم بطريقه امنه لغرض التصفح بس مش اكتر يعني.
عامة بتخش المتصفحات اللي هي اشهرها اللي هو عمك بصلة اللي انت عارفه دوت اللي هو متصفح تور، ماشي. وطبعا بقى بتخش في VPN علشان خاطر ايه؟ تخش محمي، ماشي. او لو دخلت بتور اصلا فانت مش محتاج VPN، لان هو اوريدي يعني ايه، يعني بيخليك اكنك مش موجود، فاهم حاجة؟ هنشرح لك يعني كل الحاجات دي قدام يعني، بس انت ايه، ما تنساش تتابعني، ماشي. اهو ده كده كان الفرق ما بين الثلاث انواع بتوع الانترنت. عرفنا الانترنت المرئي، الانترنت العميق، الانترنت المظلم، عشان خاطر بعد كده الفيديوهات اللي جايه كلها مبنيه على الحاجات ديت. وبس كده يا عم، سلام.